تقارير بتقول ان نادي باريس سان جيرمان بيجهز عرض للتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي سفيان مرابط لاعب وسط فريق فيورنتينا الايطالي، وبيظهر دم اللاعب ده بعد تألقه في كاس العالم طبعا. وقدم سفيان اداء مميز جدا مع منتخب المغرب، وكان من ابرز نجوم اسود الاطلس في مونديال قطر، ومساهم كبير جدا في تواجد منتخب المغرب في المركز الرابع في المونديال كاول منتخب عربي وافريقي يحقق الانجاز ده. وبيدخل باريس في مفاوضات مع مسؤولين فيورنتينا عشان يتعاقدوا مع اللاعب صاحب ال 26 سنه، والتقارير دي بتقول ان باريس قدم عرض رسمي فعلا لمرابط عشان يضمه بقيمه 30 مليون يورو، وفي انتظار رد النادي الايطالي، وده في ظل وجود اهتمام اخر من فريق ليفربول وفريق توتنهام للحصول على لاعب اسود الاطلس. واداره باريس بتستغل علاقه اللاعب بمواطنه اشرف حكيمي علشان يقنعه للانتقال لملاعب الامراء. والاهم من ده كله، انا محمد